فاطمة ست مكافحة من المنيا، عايشة في المنيب وعندها 3 بنات هم كل حياتها. شمس 7 سنين، وقمر 6 سنين، وفريدة 4 سنين، وال3 بنات هم كل حياتها، خصوصا بعد ما انفصلت من جوزها. فاطمة بقالها سنة شغالة مساعدة طباخ، وبتساعد نفسها وبناتها، بتشتغل علشان تصرف عليهم، وكل يوم الساعة 7 الصبح بتخرج من بيتها، تقفل على بناتها، بتروح الشغل وترجع 7 بالليل بقوت يومها. وفي يوم غير اي يوم فاطمة اتعودت ترجع البيت وشافت الصدمة والمصيبة. فاطمة شافت اللي عمر دماغها ممكن تتخيله. فاطمة لقت بنتها قمر مقتولة، مرمية في أوضة النوم، وإيديها مقطوعة متبهدلة ضرب وزرقان. وبنتها التانية فريدة مستخبية تحت السرير من الخوف والرعب. والتالتة شمس لسه راجعة من عند أبوها عشان تتصدم الصدمة اللي شافتها في أختها. الست كانت هتتجنن لما شافت بنتها مقتولة ونايمة على السرير ومتغطية ببنطانيتها. جريت على الجيران تستنجد بيهم وبلغوا الشرطة فورا. والشرطة لما جت عينت المكان وشافت الكاميرات وعرفت كل التفاصيل، وبسرعة عرفت ان الجاني عنده 16 سنة، شاب عنده 16 سنة، جار الام والبنات وساكن في نفس البيت. الشرطة قبضت على الولد وكان متوتر جدا وقت التحقيق، ونقلت قمر المشرحة علشان تعرف سبب الوفاة. الام اتهمت الولد وقالت ان هو اللي قتل بنتي، استغل غيابي وطلع ضرب بنتي بخشبة وعمل فيها حاجة وحشة، وعمل فيها اللي انتوا شفتوه وسمعتوه طبعا. وطبعا الشاب اعترف بكل الكلام اعترف ان هو في عز رمضان ان هو الشيطان نفسه، في عز رمضان ان هو الشيطان نفسه. وطبعا الام واحنا كمان بنتمنى ان حق الطفل يرجع، عشان امها الغلبانة اللي بتخرج من 7 الصبح ل7 بالليل عشان ترجع بقوت يومها عشان تأكلهم، بنتها اللي اتغدر بيها، بنتها اللي اتعمل فيها وتعمل ومحدش يقبله على اي حد حتى لو كلب في الشارع. حقها يرجع ان شاء الله باذن الله، هيرجع علشان احنا في دولة قانون وقضاء مصري عادل، والنيابة المصرية قبضت عليه والحكومة المصرية قبضت عليه بسرعة، وحق الطفلة الغرمانة دي هيرجع ان شاء الله. وفي نهاية كلامي، في رأيكم ذنب الطفل في رقبة مين؟ شير كتير الفيديو، متابعة للصفحة، دعواتكم للطفلة في الكومنتات، وربنا يصبر امها وابوها كمان، ويا رب يا رب يستر على اطفالنا جميعا. نصيحة لكل ام ولكل اب، يا ريت ما تسيبوش اولادكم الاطفال في السن او اكبر كمان بالوقت ده كله في البيت لوحديهم، وخصوصا لو انتوا في بيت ما فيهوش امان. ربنا يستر على اولادنا جميعا. ذنب الطفل هيرجع او حقها هيرجع. وهو تاني، يا ريت حتى لو ما تسيبوش اولادكم لوحديهم. السلام عليكم.